السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم على موبايل من الفئة الاقتصادية وهو انفينكس سمارت 10. فيه شوية مواصفات جامدة ما بنلاقيهاش في الفئة الاقتصادية، زي الشاشة ال 120 هرتز والتصميم ومقاومة الماء والغبار، وهقول لك على مميزاته وعيوبه وهل تشتريه ولا لأ، وكمان هقول لك على السعر. بس لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس لأن اشتراكك أكيد بيدعمنا. أولا التصميم، تصميم مميز وعصري بيقدمه سمارت 10، خاصة مع شكل الشاشة بثقب الكاميرا السيلفي في الشاشة. لأ، بيدّيك تصميم ممكن ما نلاقيهوش كتير في الفئة الاقتصادية، ومقاومة الماء والغبار بشهادة IP64 لمقاومة رذاذ الماء والغبار، وكمان بيتوفّر بألوان الدهبي والأسود والأزرق والفضي. وموبايل سمارت 10 كمان موجود فيه فتحة 3.5 مللي، والكاميرات جاية بتصميم جميل وبروز خفيف، برغم إن حواف الشاشة السفلية كبيرة شوية، بس لو ركّزت شوية هتلاقي فيه هواتف أغلى منّه بكتير بتنزل بنفس الحواف. وكمان البصمة جاية مدمجة على زرار الباور، لكن شغالة بشكل كويس جدًا. وفي النهاية هاقول لك التصميم دي أذواق، لكن الشاشة بقى اللي بيقدمها الموبايل شاشة IPS LCD بدقة HD+، وكمان بتدعم تحديث لعند 120 هرتز، وسطوع الشاشة لحد 700 نيتس، وحجم الشاشة دي 6.67 من ناحية أرقام الشاشة زيها زي أي موبايل اقتصادي. وكمان في شاشات بنفس المواصفات دي في موبايلات أغلى بكتير، ولكن كتجربة مشاهدة محتوى لأ، هتدّيك تجربة رائعة، خاصةً إن السماعات جاية ستيريو وده اللي هيخلّي تجربة المشاهدة رائعة. أمّا بقى بالنسبة للأداء والمعالج، بس بافكّرك لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة. أمّا بالنسبة للأداء والمعالج، المعالج جاي من يونو T7250 بمعمارية 12 نانو متر، بإصدارات 3 و4 رام مع ذاكرة داخلية 64 و128 و256. وكمان الموبايل ده نازل بأندرويد 15. المعالج الموجود في الموبايل ده جرّبته تجربة حقيقية عملية على الRealme C71، لإنه نفس المعالج اللي موجود في الموبايل ده هو اللي موجود في الC71 وفي الXiaomi A5، لكن الفرق بيكون هناك في نسخ 6 رام. كتجربة أداء اقتصادي لأ، هيدّيك تجربة مرضية. فكمان اللي هيساعدك في التجربة دي تردد الشاشة ال120 هرتز مع نسخة الأندرويد 15 المخففة، هتدّيك تجربة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات، وكمان مشاهدة المحتوى. وكمان هيلعب معاك ألعاب زي PUBG، بس في الألعاب هيدّيك أداء مش مرضي، يعني ممكن نقول أداء تحت الجيد يعني. بس دي حاجة طبيعية لمّا تعرف إن سعر الموبايل للنسخة 3 64 3600 جنيه، وال4 128 ب4200 جنيه. طبعًا المتوقع من الفئة السعرية دي إن يحصل lag خفيف، ودي حاجة مقبولة في الفئة دي. أمّا بقى بالنسبة للكاميرات فالرئيسية جاية هنا ب8 ميجا بكسل، وكمان السيلفي جاي ب8 ميجا بكسل. كتصوير هيدّيك أداء مرضي في أماكن الإضاءة تكون فيها كويسة، بس هاقول لك ما تنتظرش منه أداء عالي من الكاميرات خاصةً في الفئة السعرية دي. بس اللي أقدر أنصحك بيه لو هتشتري سمارت 10، صوّر في أماكن إضاءتها كويسة. أمّا بقى بالنسبة للبطارية، البطارية بتيجي هنا 5000 ملي أمبير، وكمان بتدعم شاحن لعند 15 واط، وكمان هتدّيك تجربة كويسة، مش هتحس إنها بتخلص بسرعة. وكمان ما تنساش إن الشاحن، وكمان من الشركات النادرة ما بقاش بينزّل السماعات في الموبايل غير شركة إنفينكس، الشاحن والسماعة ووصلة الشحن وكمان جراب موجودين في العلبة مع الموبايل. أمّا الموبايل بقى والخلاصة هاقولها لك، الموبايل هيدّيك كأداء يومي وتصفُّح ومشاهدة محتوى، هيدّيك أداء مُرضي. لإن أقرب الموبايلات اللي ممكن تكون قريبة من الموبايل ده بتكون أغلى بكتير، يعني هتدّيك نفس الأداء لكن أغلى منّه بكتير في السعر. لمّا تعرف إن النسخة زي ما قُلنا ال364 ب3600 جنيه، يعني بما يعادل $70، والنسخة ال428 بما يعادل $85، يعني في مصر ب4200 جنيه. لو هتشتري الموبايل ده للأداء اليومي فأنا هانصحك بيه، وما تنساش لايكك بيدعم.